ده بقى ولا فرح ولا زفه، ده اشهر مكان في وسط البلد ممكن نفطر من عنده. ده عم وحيد ملك الجمبري الشعبي، هتلاقوه فاتح خلف المستشفى القبطي في رمسيس. عم وحيد بيفتح من بعد الفجر الساعه 4 لغايه الساعه 1 2 بالكتير. هتلاقوا كل الشباب دولت ماشيين في خدمتك، هتلاقي اللي ماشي معاه بطاطس، اللي معاه سلطات، واللي معاه ميه السلطه ديت، واللي دايما بخناقه عليها. دورك هنا بقى ان انت تخطف طلبك بايدك، علشان لو خلص الفول انا مش مسؤول. تعالوا بقى نشوف راي الناس في فول عم وحيد. ونيجي بقى لاهم حاجه عم وحيد بيقدمها، بطاطس الجمبري اللي مجننه الناس. وطبعا السر في التتبيله، والتتبيله عند عم وحيد البطاطس زيت في حته تانية مع شويه البهارات دولت، طعمها بقى توب التوب. ونيجي بقى للتحويجه بتاعت شويه الفول المحوحين دولت، شويه الطحينه مع شويه الملح والكمون مع شويه الزيت الحار او العادي، انت كده في التمام. مش بس كده، لا ده كمان عنده فول بالليه وفول بالسجق، وكمان عنده السندوتشات، مش طلباته بس، تلاقي عنده كل انواع السندوتشات، البطاطس، الفول، كل حاجه. الحاجه الوحيده اللي ناقصه عنده هي الطعميه. واقول لكم على حاجه مش محتاجينها، والعيش هناك على قديمه، العيش الملدم بتاع زمان. وهنا بقى بدا الاكل بتاعنا ينزل، شويه السلطات الحلوين الطعمين. يلا بينا بقى نتفرج على الاكل عم وحيد عامل ازاي. نزل لنا اول حاجه بطبق الليمون، طبعا اساس الفول الليمون، وطبق الطرنشات بتاع الطماطم والخيار، ويا سلام بقى على شويه البتنجان المسلوقين المخللين، وشويه الطحينه، ودي بقى البطاطس الجمبري اللي بقول لكم عليها، وطبق الفول اللي غرقان زيت حار بالتحويجه التمام. وكمان معانا قرص البيض بالبسطرمه، وشويه الطرنشات، وشويه الطحينه، وطبعا مش هننسى السلطه الخضراء. والطبق بقى ده لازم تجربوه، ده طبق الفول الاسكندراني مع شويه المش وشويه المخلل والبتنجان المقلي والعيش. وبدأنا اول حاجه بالفول الاسكندراني. الطبق ده بجد عالمي، شويه فول على شويه زيتون على شويه زيت ذره مع طرنشات الفلفل الحامي، هتاخد لقمه والتانيه هتدوب حرفيا زي ما لقمه الفول بتدوب في بقك. وده بقى الاختراع بتاعه، بطاطس البانيه او بطاطس الجمبري، بجد جامده جدا. ونخش بقى على شويه الفول اللي بالزيت الحار، نقلبهم تقلبتين كده. زيت هنا ببلاش، حتى لو بلاش والله عظمته عمره ما هيحط كميه الزيت ديت. الزيت مع شويه الفول مع التخديعه اللي انا قلت لكم عليها مخليه الفول عنده، لا بجد التحويجه بتاعت الفول عنده عالميه، مع قطمه من البتنجان دوت هيخليك كده تقعد تدندن كده وتغني. ايه العظمه والجمال والحلاوه بتوع شويه الفول دولت، بجد الطعم جامد جدا. مع شويه بابا غنوج غرقانين طحينه مع لقمه كده من المش بتاع الجبنه القديمه، يا سلام على الجمال وعلى الدلال. وكمان بقى عنده قرص البيض طعمه مميز جدا، والبسطرمه مليانه في البيض، بس للاسف كان طعمه بارد عشان اتاخر كتير عقبال ما جالنا. دي جباره. وعشان البطاطس دي فعلا جباره عنده، عملت منها شويه ميكسات. اول ميكس خدت كام صباع كده من البطاطس مع شويه الفول الاسكندراني، كان الطعم حكايه. وسقسقت كده كام صباع على المش، يا لهوي بجد. ويا سلام بقى على البابا غنوج على الفول، يا لهوي. تعالوا بقى اوريكم على احلى ميكس ممكن تعملوه في محل بتاع فول. هتقطم كده الرغيف بتاعه نصين، وتاخد النص وتاخد منه شويه فول، ويا سلام بقى لو فول اسكندراني زي اللي موجود عند عم وحيد، وتفرد كده السندوتش وتحط عليه شويه البطاطس اللي بالجمبري، وشويه بقى الجبنه القديمه، يا مع حته البتنجان المخلله، وتقطم كده الرغيف في قلب بعضه جوه بعضه كده، وتروح واخد منه القطمه، بجد روعه. وطبعا بعد كل الاكل ده لازم نبلع كده بشويه من ميه السلطه اللي متحبشه عنده على الاخر. بجد تسلم ايدك يا عم وحيد. احلى مسا على عم وحيد، مبدأ كله بالرجوليه.